يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انا قمت بقى بدري، طلعت كده الفراخ من التلاجة، كنت جايباها مجموعة وغسلاها وغسلتها بشوية مية تاني. وبعد كده ما فكت بقى خالص، غلت مية، قمت حطيت ورق لوري وحبهان، وكان حبهان حطيت لي فيه مستكة وبصلتين كده صغيرين وطماطمية، وهحط دلوقتي شوية زعتر كمان وتغلي بقى. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. تمام. عمر ما كانش عايز يلبس عشان يروح بصوا، لسه داخله حالا، وديتهم يا دوب الحضانه ولسه داخله، والله لسه داخله مش قادره اخد نفسي. شوفوا منظر الشقه، بصوا ده الغطيان بتاع الازاز بتاعهم، وقلبت الدنيا عشان ادور عليها، ما اناش لاقيه الغطيان من ساعتها، وشديت الركنه وشديت هنا وشلت حتى البتاع تحت الكنب، مش لاقيه الغطيان. شوفوا، ودورت ورا ودورت، نكدت الدنيا قبل ما امشي، والله العظيم، والله العظيم نكدت الدنيا قبل ما امشي لدرجه بصوا. ودورت هنا كمان، بصوا انا نيلت الدنيا خالص بعد ما كنت بروق الاوضه، نكدتها بعد ما كنت بدور على الغطا الازاز بتاعهم. انا نكدت الدنيا والله، مش قادره. انا جايه اصلا من مشوار بصراحه، هو مشوار، فبروح وباجي ماشي، فما باجي بقى مش قادره اخد نفسي. الجو النهارده اصلا حر كمان، فمش قادره. شوف المنظر، ادوب جيت كم ولعت، هولع دلوقتي على الفرخه و كله معايا، هولع بقى على الفرخه واشوف الدنيا دي فيها ايه، اشوف الدنيا قبل ما هي اروح اجيهم تاني. حطيت بقى البطاطس هنا اهي، قطعت بصلايه وقرنين فلفل كده و... ومعايا يعني عصرتهم، يعني فاهمين، يعني عملت دعكتهم يعني. بعد كده ايه، خدتها بقى تشويحه كده، البصلايه مع البطاطس بقى تشويحه كده على البوتاجاز. وبعد كده هنزل عليها دلوقتي بالطماطم، والفراخ دلوقتي استوت اهي. انا قلت اروق اعمل الاكل الاول عشان بعد كده ابقى اروق بقى، عشان قبل ما اروح اجيب العيال بس. دلوقتي بقى ايه، هحط عليها بقى الطماطم، هما بالظبط 5 طماطمات اللي انا ضربتوها، كفايه قوي. اعلي عليها بقى تاخد غلوه كده وبعدين تستوي. وبعد كده الفراخ كده مستويه، بحط عليها الفراخ بقى ايه، تتشوح بقى في الفرن وخلاص على كده. بقى الاوضه الكبيره هنا بقى اهي، وفرشت بقى الكبرتات دي عشان ايه، فرشتها يعني على السرير يعني عشان تبقى شكلها حلو كده. ظبطت الدنيا، الكاميرا اللي مش باين ثواني، مسحت الكاميرا. وبره برضو روقت الدنيا، مسحت الصاله بعد ما كان الحراميه فيها. والله العظيم اللي يشوف بجد، اللي يشوف البيت ويعني اللي يفتح البيت ويشوف المنظر يقول لك فعلا ده كان في حراميه. روقت بقى ومسحت الارض بتبرق اهي، ظبطت الدنيا. دي هدومهم عشان لما يجوا يغيرهم، سايبها لهم بقى هنا اهي عشان بيقعدوا يدوروا عليها، فسايبه لهم غيرتهم منها لما يجوا يلبسوها بقى على طول. والفوط عشان باجي اغسل لهم ايديهم ووشهم ورجليهم على طول. خلاص بقى على كده اخلص بقى بقيه الاكل دلوقتي. بصوا والله من ساعتها شغاله، بصوا من الساعه 4 الا ربع، من ساعه ما جيت، من الساعه يجي واحده وواحده ونص وانا جايه، وانا شغاله من ساعتها والله في الشقه، واعمل الاكل وهنا وهنا وهنا. لسه هدخل اشوف ايه المواعين بقى بتاع المطبخ، يعني بروق هنا ومش هنا، مش عارفه بصراحه. ها سايباها تنشف بقى مطرح ما مسحت، وشغاله المروحه. ما انتوا عارفين برضه لسه في جو حر النهارده اصلا، يعني النهارده اصلا الجو عموما حر. يلا ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين، ونكمل الفيديو برضه ونشوف الاكل والدنيا دي ومواعين. يا لهوي تعالوا اوريكم المواعين. بصوا بقى المواعين قد ايه، ما شاء الله، ما شاء الله على كميه المواعين. ولسه حالنا اصلا ولا بمسح، كنت بمسح بالفلايه اللي هي بالفوطه، يعني ان الشرشوره الجردل اللي هتمسح اتكسر عندي، وعايزه ربنا يسهل اجيب له واحد باذن الله. انا سالت عليهم لقيتهم غاليين قوي، فربنا يسهل باذن الله اجيب له واحد ب 350 ب 400 يعني، اسعار كده ربنا يستر يعني. فبمسح بقى بفوطه كده، بمسح بيها على الارض. فخدت لي حته زحليقه، مش قادره اقول لكم كده، بصوا يعني مش قادره اقول لكم، مش عامل زي بتاع المصارعه. فبصوا بقى لسه المواعين اهو، وخلاص البطاطس، بصوا البطاطس عملت كده خلاص، بس ايه غطيت عليها بس بالصينيه عشان ايه وشها ما يحمرش اكتر من كده. بصوا اهي خلاص اهي، بس الكميه غطياها علشان بس وشها ما يحمرش قوي، عشان العيال بس يعرفوا ياكلوها ما تبقاش حمرا قوي. وادي كمان الرز خلاص الاكل الحمد لله. اهم حاجه الاكل اليوم بيجوا بصراحه من الجيم. كوكو من يومين كانت في الحضانه، فبدي كل واحد سندوتشين معاهم، بس ما كانوش فطروا، يا دوب ايه كل واحد خد لهم سندوتش كده. وانا ماشيه في الشارع عاملين ازاي، عندك اكل؟ ولا عايزه يا كوكو عندك اكل البيت؟ قلت لها اه. عايزه ايه؟ عندك اكل يعني؟ قلت لها اه. مش عارفه كنت عامله ايه،
مش فاكره والله كنت لوبيا مش فاكره، انا كنت حاجه عامله اكل يعني، بس مش فاكره كنت عامله ايه. قلت لها يا كوكو عندي اكل، مش فاكره بصراحه كان عندي اكل ايه. قلت لها يا كوكو عندي اكل. طيب. قلت لها طيب في إيه انت يا كوكو، انت في ايه؟ بيجوا من الحضانه جعانين، لانهم اصلا اليوم اللي كنت جايه فيه من الحضانه جيت اشوف شنطتهم، لقيت السندوتشات زي ما هي في قلب اللي كنت بديهم كيسه، سندوتشات في قلب الكيسه زي ما هي، ولقيتهم نازلين يعني انتوا ما اكلتوش. فقلت بقى للميس بتاعهم والنبي طلع لهم بس الاكل وبقى اكلهم. قالت لي حاضر خلاص ماشي. قلت لهم يعني انتوا تقعدوا العيال 4 ساعات من غير ما تاكلوهم ولا لقمه؟ فمعلش بقى ايه، بيطلعوا لهم بس الاكل هم ياكلوه. قالت لي طب خلاص ماشي. اليوم ده والله العظيم جايين يا حبايبي ما كلوش اي حاجه من السندوتشات بتاعهم، جايين بيهم. لقيت كل واحد نازل من فوق من الحضانه في الدور الثالث ماسكين سندوتش، وكل كيسه التانية يعني كوكو معاه، كانت معاه كيسه وعمر معاه كيسه بتاعه الاكل، ده مع سندوتش لسه فيه وده سندوتش لسه فيه. طب انتوا كلتوش ليه يعني؟ انتوا لحد من واحده لحد الساعه 5 وانتوا نازلين ما كلتوش اي حاجه؟ فاليوم ده بقى بصراحه كانوا جايين جعانين، فبقيت من ساعتها بقى اول ما بوديهم الحضانه باجي اول حاجه اعملها باجي اعملها الاكل. بعد كده بروق بقى واشوف الدنيا اللي ورايا. فعملت الاكل اهم حاجه وروقت الدنيا، فضل بس ايه المطبخ. بصوا المطبخ، بصوا المطبخ يا حبايبي، بصوا المطبخ يا لهوي. انا عايزه بقى اروق ترويق الشتاء، لان ايه بصراحه كده ايه كتير 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 قوي يعني الشقه يعني قالت لي ارحميني بقى وروقيني. هي الشقه نضيفه بقى يعني كده بقى نص نص، بس هي برضه عايزه تروق ترويقه كده تتظبط فيها بقى ترويقه الشتاء. البيت الشتوي يا جماعه، احنا عايزين نروق ترويقه البيت الشتوي. يلا ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين وحلو لكم. فمكملين مع بعض لسه الفيديو بقى بعد ما غسيل المواعين ونشوف المود اللي ورانا. اه يا حبايبي بقى ايه صينيه البطاطس اهي. بصوا انا بحمرش قوي عشان خاطر العيال يعرفوا ياكلوها عشان ما تبقاش ناشفه عليهم. بصوا يعني يا دوب بولع الشوايه تاخد لون بس كده واقوم مطفيها علشان بس ايه ما يجي ياكلوها ما تبقاش ناشفه. بصوا جميله والله العظيم جميله ودايبه خالص اهي. بصوا اهي شويه رز بقى، عملت جنبها شويه رز، كنت عايزه شويه مخلل الاكل ده بس للاسف بقى انا بروح باجي مستعجله ما بلحقش ايه اجيب مخلل. ودول بقى اول ما جيت حميتهم. بصي يا كوكو عمر، اول ما جم برمياهم في البانيو ومحمياهم لسه طالعين حالا ما بيجوا من الحضانه. اول ما بيجوا من الحضانه بيحميهم. اول ما بيجوا بقى من الحضانه بحميهم وبنضفهم وبعد كده ايه احط لهم بقى ياكلوا. يلا شير ولايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك على خير يا حبايبي. ايه يا عمر، ايه يا عمر.